المواقف والحكايات اللي مكتوبة هنا في منها مواقف حقيقية جدا، ومواقف تخيلية، ومواقف ممكن تكون مقتبسة من قصص سابقة. المواقف الحقيقية يمكن ما تكونش حصلت بنفس الترتيب، ويمكن ما تكونش حصلت في نفس البيت، بس الأكيد إنها حصلت. والمواقف التخيلية والمقتبسة وارد جدا إنها تحصل، مش أوهام يعني. بص، سواء حقيقة أو خيال أو اقتباس، خد منها اللي ينفعك. ولو لقيت المعنى بعيد عنك، ده مش معناه أبدا إنه خيالي أو مش واقعي، معناه إنه واقع في حد تاني غيرك بيعيشه. لو حلو، إيه المانع إنك تتمنى تبقى زيه؟ ولو الواقع ده مش عاجبك، اشكر ربنا وادعي له هو ربنا يغير حاله. على فكرة أنت مش لوحدك، في كتير زيك، وفي كتير أبعد ما يكون عنك. في اللي عينه منك ونفسه يبقى زيك، وفي اللي عينه عليك وبيحمد ربنا إنه مش زيك. في اللي بيحسدك على اللي عندك، وفي اللي ما يستحملش ربع اللي عندك. في اللي فهمك على حقيقتك، وفي اللي بيظلمك عشان ما بيتعبش نفسه يعرف حقيقتك. في اللي نفسه تاخد بالك إنه بيبصلك، وفي اللي مش طايق أصلا يشوف وشك. في اللي بيتمنى يسمعك تقول له كلمة، وفي اللي مش مستحمل منك حتى كلمة. في اللي قلبه بيتفتح أول ما يشوفك، وفي اللي لما بيشوفك بتتسد نفسه. في اللي بيسمعك بقلبه قبل ودانه، وفي اللي لما بيسمعك بيسد ودانه. بص، من الآخر أنت مش لوحدك، أنت عايش وسط كل دول وبتلعب أكتر من دول. عشان كده اوعى تلعب دور مش دورك، خليك أنت مش حد تاني، عشان يوم ما حد يقولك أنت مين تعرف ترد. والكلام ده حقيقي جدا. لو الكتاب وقع في إيدك، اعرف إنها مش صدفة، في جواه رسالة ممكن تكون ليك، أو رسالة منك لغيرك. والكلام ده حقيقي جدا. أمير تدرس.